السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد فعل من تطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما جديد ومفيد فعل من تطبيقات في القناة. عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه وير از ماي كار. التطبيق ده مساحته 6 ميجا، محمله اكتر من 100,000 شخص. التطبيق ده تطبيق فايدته زي اسمه، يعني من خلال التطبيق ده بتقدر تعرف فين عربيتك بقى اللي انت بتكون مثلا نسيتها، لو انت رايح مثلا مشوار ومستعجل وركنت عربيتك في اي مكان وبعد كده نزلت رحت للمشوار، حطيت عربيتك في باركنج كبير ومش قادر توصل لها، مكان اول مرة تروحه ونزلت من العربية تشتري حاجة وبعد كده رجعت، عمال بتدور على العربية. في ناس كتيرة بتحصل معاها مواقف زي كده في وقت بقى الزحمة او في وقت ان هي بتركن العربية في مكان مش معروف او مكان اول مرة تروحه، بتنسى مكان العربية. التطبيق ده بتقدر من خلاله ان انت بتكون مشغله طبعا ومتصل بالانترنت، بيكون شغال وحافظ مكان العربية بتاعتك فين. بمجرد ما تخرج من العربية هو بياخد احداثيات للمكان اللي هي فيه العربية. اول ما بتخرج من العربيه وتروح اي مكان بياخد الاحداثيات دي، بيقدر بعد كده لما تيجي تدور عليها بيقدر يعرفك انت العربيه بتاعتك على بعد قد ايه، على بعد كام متر او على بعد كام خطوه، والاتجاه اللي انت عايز اللي انت المفروض تمشي فيه، الاتجاه الشمال او الجنوب او الشرق او الغرب عشان تقدر توصل لعربيتك. فهو طبعا تطبيق كويس بالنسبة للناس اللي هي بتستخدم العربية وقت طويل او بتستخدم العربية على طول وبتروح على طول اماكن غريبة، وبتنسى مثلا او تحطها مثلا في باركنج كبير او بتحطها في اماكن وبتكون نازلة مثلا مستعجلة علشان تلحق المشوار بتاعها او علشان اي حاجة، وبتنسى المكان اللي حطت فيه العربية فين. مشكلة التطبيق ان هو باللغة الانجليزية مفهوش لغة عربية، بالاضافة لان التطبيق بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق. بس كده، ده يعتبر ابسط شرح التطبيق بالنسبة للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معانا تسيب لي في الكومنت. لو شفت ميزة او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.